كل الاحصائيات، كل المراجع، كل الحاجات تتكلم ان مشاكل الهيدروليك 80% منها مرتبطه بالزيت. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن 80% من المشاكل. ده يعني بالمناسبه يعني اقل تقدير قال 70%. وانا عندي وجهه نظر ان الواحد يهتم بالزيت كويس في المنظومات الهيدروليكيه ممكن يعيش عمره كله ما يشوفش مشكله هيدروليكيه، طبعا حسب المعدل الشغل بتاعها عامل ازاي والضغط عامل ازاي وخلافه. ولكن لو حد مهتم بالزيت كويس معدل الاعطال الهيدروليكيه اللي عنده يعني تقريبا هيكون محدود جدا. فانا بقول للناس كده دايما، وان لو انت اهتميت بالزيت انت ممكن ما تحتاجش باقي التريننج بالكامل. انت لا هتحتاج ابدا ان انت تعمل تربل شوتنج، لان هيبقى عندك المشاكل قليله جدا 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 جدا. فمش هيبقى هو ده الموضوع اللي عامل عندك ازمه في